البيان الختامي للندوة الحوارية التي أقيمت باسم منسقية مؤتمر ستار تحت شعار يا بجوة تمثلنا. لقد أثبتت المرأة إرادتها وصمودها وقدرتها على تحمل المسؤولية في أصعب الظروف. إن المرأة السورية كانت وما تزال جزءاً أساسياً من تاريخ هذا الوطن. لقد شاركت في بناء المجتمع وتحملت أعباء الحروب والأزمات. قدمت التضحيات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والإنسانية. رغم هذا الدور الكبير ما زالت تعاني من التهميش والإقصاء في العديد من القضايا المصيرية، وعلى رأسها ما يتعلق بالدستور السوري وصياغة مستقبل سوريا. إننا نؤكد أن تهميش المرأة في الدستور السوري لا يمس النساء فقط، بل يعكس سلبا على مستقبل سوريا بأكملها، لأن بناء دولة ديمقراطية عادلة لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة المرأة بصورة حقيقية ومتساوية. وبالتالي تم الخروج ببعض من التوصيات والمخرجات، وهي كالتالي: التأكيد على تضمين مواد دستورية واضحة تضمن الحقوق الكاملة للمرأة تحمي مشاركتها السياسية والاجتماعية والعسكرية دون أي تمييز. ضمان التمثيل الحقيقي والعادل للنساء في صياغة الدستور وفي جميع مؤسسات الدولة وصنع القرار. رفض جميع أشكال التهميش والإقصاء التي تستهدف النساء والعمل على تعزيز دورها كشركات أساسيات في بناء سوريا المستقبل. دعم حماية المكتسبات التي حققتها النساء في مختلف المجالات. الاعتراف بالدور التاريخي والإنساني الذي قدمته وحدات حماية المرأة في الدفاع عن المجتمع وحماية النساء وتعزيز قيم الحرية والعدالة. التأكيد على أن أي دستور أو عملية سياسية لا تعترف بحقوق النساء ودورهن الحقيقي لن تمثل جميع السوريين والسوريات ولن تحقق العدالة والديمقراطية المنشودة. المرأة حياة حرية، المرأة حياة حرية.